وصفة العشر دقايق. وصفتنا النهاردة من أسهل الوصفات، سريعة في تحضيرها، خفيفة، طعمها جميل جدا جدا. وصفتنا النهاردة كفتة الفراخ أو كباب الفراخ. يلا نشوف هنعملها ازاي. ازيكم عاملين ايه؟ أول حاجة نبدأ بسم الله. هنا معايا 2 كيلو فراخ مفرومة، كيلو ونص صدور ونص كيلو وراك، فرماهم في الكبة كويس. هنا فرمت مع الصدور نص كيلو الوراك عشان فيه مادة الجيلاتين والدهون اللي فيه بتخلي الكفتة متماسكة. هنا بصلتين مضروبين في الكبة مع قرن فلفل الوان ومصفين كويس من المية بتاعتهم. صفيتها عشان مش عايزة اي سوائل في الكفتة. واضيف كمان حزمة البقدونس والكزبرة مقطعهم ناعم جدا. 4 فصوص توم مفروم. هضيف التوابل بتاعتي، معايا 2 معلقة بابريكا، كل كيلو معلقة، 2 معلقة فلفل اسود، 2 معلقة صغيرة زعتر، 2 معلقة توابل فراخ، 2 معلقة ملح، 6 معالق بقسماط ناعم، كل كيلو 3 معالق، 4 معالق زبدة، كل كيلو معلقتين زبدة. هنا ممكن نستبدل الزبدة بقطعة ليا ضاني مفرومة كويس جدا. الزبدة دي بتدي طراوة للكفتة وطعم جميل جدا، والليا طبعا طعمها أجمل وأجمل. اللي ما بيحبش الليا ما يضيفهاش. بعد ما خلطت الخليط كويس جدا اسيبه في التلاجة ساعة، ويفضل ان هو يكون قبلها بيوم كمان. كل ما الخليط قعد اكتر كل ما اداني نتيجة كويسة في التماسك، انها تبقى متماسكة. هنا هبتدي اصبع الكفتة، شايفين متماسكة ازاي؟ ابتدي احطها على السياخ بتاعت الشيش، لو عندك سياخ عريضة برضو يكون افضل من كده. معايا هنا مية البصل اللي نزلت من البصل، حطيت عليها معلقة كاتشب ومعلقة صويا صوص وملح وفلفل ومعلقة زيت. الخليط ده ببل بيه ايدي قبل ما اصبع الكفته، بس مش كتير عشان ما تخليش الكفته تطرى معايا، بس بستخدم باقي الخليط بالفرشه في الاخر بعد ما اخلص. في تريكات اساسيه عشان الكفته ما تفكش مني، منها ال6 معالق بقسماط اللي انا ضفتها، كل كيلو ليه 3 معالق عشان يمتص السوائل اللي في الكفته. تاني حاجه ان انا فرمت الفراخ لوحدها من غير المكونات بتاعتها، علشان انا عايزه اللحم المفروم بتاع الكفته يكون خشن، غير الاضافات لازم يكون خشن، لان لو ضربته تاني هيبقى ناعم قوي الخليط وهتقع معايا. تالت حاجه ان انا اسيبها في التلاجة ساعات كافيه انها تتماسك. لما بتقعد في التلاجة وقت كافي بتبقى تدي نتيجه كويسه جدا. طبعا الكفته دي معروفه جدا في المطاعم والكل بيطلبها، بس ما بتعمليها في البيت بتكون طبعا معموله بطريقه امنه مضمونه. مكوناتها كلها من البيت، عارفه انت عاملاها ازاي. الاطفال بيحبوها عشان هي طريقتها غير تقليدية، وخصوصا الأطفال اللي متحبش تاكل الفراخ، لو قدمتها لهم بالطريقة دي هيحبوها جدا جدا. سهلة وسريعة جدا في التحضير، متاخدش وقت كتير. على الجريل من فوق بتاخد تقريبا 10 دقايق، وفي الفرن تلت ساعة. أهم حاجة في وصفتنا دي إنك لو فرستيها نتيجتها حلوة قوي في التفريز، يعني ما تيجي تسويها متماسكة، مش بيحصل لها أي حاجة، مش بتفك، جميلة جدا جدا. هنا الاسياخ معايا جاهزه بعد ما دهنتها بخليط ميه البصل. يلا نعملها على الجريل مع بعض. هنا سخنت الجريل كويس بقطعه زبده، اسيبه لما يسخن كويس جدا وانزل بالاسياخ، انزل بيها لغايه اما تحمر، ما اقلبهاش قبل ما تحمر. بص متماسكه معايا ازاي، مفيش حاجه بتقع ومتماسكه جدا. اسيبها على كل جنب لغايه لما تاخد اللون اللي انا عايزاها محمر قوي، عايزاها افتح. بصوا اللون بتاعها جميل ازاي، مش قادرة اقول لكم الريحة بتاعتها عاملة ازاي، وطعمها جميل جدا جدا. طبعا طعمها مختلف جدا لو بخرتيها كمان فحمة بتديها طعم جميل جدا جدا. لو عجبتكم الوصفة لايك وشير على الفيسبوك، ولو موجودين على اليوتيوب فعلوا الجرس وسبسكرايب للقناة عشان يوصل لكم كل جديد، ودايما معايا ومنورين سفرة شرقي.